السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين جميعا يا رب. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ انا عايز اقول لكم على حاجة جميلة جدا، حاجة حلوة يعني. اتبسطت منها ومبسوط منها يعني بصراحة. ليا ابن اخويا عنده 5 سنين، واخوه التاني عنده 3 سنين. اللي عنده 5 سنين من اول رمضان وهو صايم زيه زينا، يعني ما بيفطرش ولا بيحط حاجة في بقه الا على المغرب. فانا قلت له طيب لو كملت الشهر ليك عندي هدية حلوة. جيت النهاردة على الفطار واديته 100 جنيه عشرينات جديدة، لسه جاية يعني بتذبح. اتبسط جدا منها. اخوه اللي عنده 3 سنين صام النهاردة، كان صايم. قال لي انا صايم زيه زي، قلت لهم اللي هيصوم هديله اللي هو عاوزه. المهم فايه هو صام النهارده، قلت له طب لو كملت الاسبوع هديك زي اخوه. تمام. فهو صايم، يعني هو برضو مكمل في الصيام عشان ياخد مكافئته. قلت لهم اللي هيصوم هديله مكافأة. فلما اديته ال 100 جنيه اتبسط. قلت له ده ليك انت، ده ربنا بعتها لك ليك لوحدك. تجيب بيها اي حاجة حلوة، شوكولاتة، شيبسي، اللي انت عاوزه. انا اديت اخوه بس مش اللي هو يعني 10 جنيه، بس علشان يتعلم ازاي يصوم. اخوه بقى فعلا يا خلاص 3 سنين يصحى تاكل، لا انا صايم. قلت لهم طبعا انتوا في نهاية رمضان ان شاء الله ان حيانا ربنا لكم كل واحد هدية حلوة. فهم صايمين، ده صايم، ده خد مكافئته بس لسه برضه يعني مكمل. قلت له لك حاجة جميلة جدا تاني، بس دي بس تشجيع كده. التاني برضه يعني عشان ياخد زي اخوه فصام. يعني هو بس هو لسه اول يوم النهارده يعني بصراحة. لكن هو قبل كده كان فاطر يصحى من النوم، هو 3 سنين يشرب ياكل. انما اما النهارده بالظبط كده صاب من بداية النهارده. لما لسه بقى قلت له لو كملت اسبوع يا عم هديك مكافأة زي اخوك. فطبعا انتوا عارفين العند بقى مع الاطفال، لا هيصوم هيصوم. فانتوا ايه رأيكم في الكلام ده؟ بجد والله. قولوا لي رأيكم وشجعوني كده يعني. انا صح ولا في ايه يعني نعمله؟ تمام. منتظر ردكم. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين.